السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بلح الشام. أول حاجة هنبتدي بيها هنبتدي بالشربات. هنحط كوبايتين من السكر، بعد كده هنحط كوبايتين من المية، بعد كده هنبتدي نقلب فيه زي ما انتوا شايفين. هنقعد نقلب نقلب لحد السكر ما يدوب خالص. احنا عارفين ان احنا شهر رمضان الكريم بيحب الحلويات، القطايف، الكنافة، بلح الشام، الجلاش، فكل يوم لازم نعمل حلويات زي ما انتوا شايفين. طبعا بعد الفطار الولاد بيحبوا ياكلوا الحلويات دي، فانا حبيت ان انا اعمل لكم بلح الشام النهارده بشكل حلو وجميل. فاحنا المهم ان احنا ندوب السكر، بعد كده هنزل بنص ليمونه اعصرها على الميه والسكر. بعد كده هيكون محضره طبق بلاستيك ومعانا المصفى. هجيب كوبايتين من الدقيق، اديني بنخل اول كوبايه، وبعد كده الكوبايه التانية هبتدي ان انا انخل فيها برضو. بعد كده هنجيب حلة ونحطها على النار، وهنجيب ربع كوباية زيت، وهنجيب برضو كوباية من المية هنحطها على الزيت. طبعا هنسيبها تغلي، وبعد الغليان طبعا احنا نخلين كوبايتين من الدقيق، هنسيبها طبعا تغلي براحتها خالص، واحنا كده كده نخلين الدقيق ومجهزينه لحد المية ما تغلي. بعد كده هنحط نص معلقة من النشا وربع معلقة من الملح، ونبتدي نقلب فيها كويس لحد كده ما تختلط بالدقيق بتاعنا زي ما انتوا شايفين. بعد كده المية ابتدت تغلي معانا زي ما انتوا شايفين. غليان طبعا لازم المية تكون بتقلب كويس جدا. بعد كده هننزل بالدقيق بتاعنا اللي هو كوبايتين من الدقيق، وعليهم ذرة من الملح وربع معلقة من الملح ونص معلقة من النشا. طبعا هنبتدي نقلب بمعلقة من السيليكون او معلقة من الخشب، ونبتدي نقلب تقليبة كويسة. نقلب كويس جدا، لازم نخلي الدقيق يتغلغل في المية والزيت اللي احنا طبعا غاليينهم على البوتاجاز. طبعا وقفلنا طبعا البوتاجاز، وهنبتدي نقلب لحد ما يدوب خالص الدقيق زي ما احنا شايفين. ده منظرها بعد ما احنا قلبناها. وطبعا هننزل بالبيضتين اللي احنا محضرينهم، ادي اول بيضة، وبعد كده هننزل بالبيضة التانية وورقة الفانيليا. وهنبتدي بقى، طبعا لازم تكون العجينة باردة، تكون بردت، عشان لو احنا حطينا البيض وهي العجينة سخنة هيستوي جواها، فلازم تكون العجينة باردة معانا خالص. وهنبتدي نعجن 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 لحد ما تبتدي انها تتشرب. نعجن فيها، هي هتبتدي طبعا هتاخد وقت شوية عقبال ما تلم معانا في ايدينا، واحنا عمالين نعجن فيها. لازم هي بتشرب اهي لحد ما احنا شوف القوام بتاعها بالشكل ده. طبعا ادينا عمالين اهي اتظبطت خالص، وهي شربت البيض وتشرب الدقيق منها، وطبعا العجينة بتاعتنا بقت بالشكل ده. الشربات بتاعنا اهو غلي خالص، وهو كده ده المطلوب. هننزل بورقة من الفانيليا على الشربات بتاعنا زي ما انتوا شايفين، ونبتدي نقلب فيه، ندوب الفانيليا جوه الشربات لحد ما يدوب خالص. وبعد كده هنولع البوتاجاز على الطاسة طبعا دلوقتي عندنا على البوتاجاز. هننزل بالزيت بتاعنا اللي احنا هنقلي فيه بلح الشام، ادينا نزلنا بالزيت. وطبعا
احنا طبعا محضرين القمع بتاعنا ومحضرين العجينة، وهنبتدي ايه نختبر كده واحدة على البوتاجاز نشوفها كده. وبعد كده هنبتدي ننزل بواحدة كمان، ننزل بواحدة تانية، يعني احنا برضو بنختبرها. وطبعا الزيت ما يكونش سخن، يعني برضو ايه على البارد نص نص كده. هنبتدي بقى ايه ننزل برضو بواحدة كمان، يعني احنا بنعمل ايه كاختبار كده. كده الزيت بتاعنا سخن، وبنبتدي نقلب عشان طبعا ما يتحرقش مننا. ودينا عمالين ايه بنقلب فيه، والزيت طبعا سخن دلوقتي عندنا. إيه كده احنا مستنيين ان هو يحمر عشان نطلعه وننزل بباقي الكمية اللي عندنا. بس خلي بالكم يا جماعة ان هو ايه ما يتحرقش منكم. احنا عايزينه بس يكون لونه احمر بس. وهنبتدي برضو اهو بنقلب، برضو لسه بنقلب فيه لحد ما اللون بتاعه يغير ويحمر معانا. اهو ابتدى ان هو يحمر. هنبتدي ان هو نشيله ونصفي الزيت كويس جدا، وبعد كده هنحطه في الشربات. ومستنيين ان احنا باقي الكمية هنبتدي برضو اهو بنطلع فيها لحد ما نصفي الزيت، وبعدين نحطه في الشربات اللي احنا مجهزينه، عشان في باقي كمية عايزين برضو ان احنا ايه نخلص باقي الكمية اللي عندنا لحد بقى ايه ميعاد المغرب كده ما يأذن، عشان طبعا ايه خلاص الفطار قرب قوي، فعايزين نخلص بلح الشام ده قبل الفطار. هنبدأ ناخد الحبة الأخر دول ونحطهم في الشربات بتاعنا، وطبعا هنبتدي بقى بالشوكة كده نقلب البلح في الشربات عشان طبعا نطلعه. وادي الشكل النهائي البلح الشام اللي احنا عملناه. هنبدأ بقى نرش جوز هند، ونرش شوية سوداني عليه، نديله كده تزويقة حلوة. ورمضان كريم عليكم، وكل سنة وانتم طيبين.